ولذا أعزائي خلاصة العامل الأول هو الهاجس والخوف من تسرب فكر الآخر إلى ماذا؟ إلى منظومة أهل البيت. ومن هنا حاولوا أن يوجدوا بيننا وبين الآخر، من أقول الآخر يعني مو الآخر المسيحي، مو الآخر اليهودي، مو الآخر البوذي، وإنما الآخر الذي يشترك معك في الإيمان بالله، وفي الإيمان بالنبوة، وفي الإيمان بالقرآن، وفي الإيمان بالمعاد، ولكن يختلف عنك في بعض الأمور. لا بد من إيجاد فاصلة ماذا؟ في كل هذه المسائل. ولهذا تجدون وضعوا يدهم، لا فقط اختلافنا في الإمامة، قالوا نحن لا نتفق معكم في التوحيد، لا نتفق معكم في النبوة، لا نتفق معكم في المعاد، لا نتفق معكم في كل شيء. أنتم دين ونحن ماذا؟ ونحن دين.